في قديم الزمان عاش نبي كريم هو سيدنا هود، ولقد أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا هود عليه السلام إلى قبيلة يقال لها عاد بن عوصن، وهي قبيلة عربية من العرب العاربة. جدي، لا أفهم، ماذا تعني بالعرب العاربة؟ العرب العاربة يا أحمد اسم يطلق على العرب الذين كانوا قبل نبي الله إسماعيل عليه السلام. كانت قبيلة عاد تسكن في الأحقاف، والأحقاف هي جبال الرمل. وأين تقع الأحقاف يا جدي؟ أهي في مصر؟ لا لا يا أحمد، الأحقاف تقع في اليمن بين عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر. كانت قبيلة عاد تسكن الخيامة ذوات الأعمدة الضخام، وكانت أول من تكلم بالعربية. هي أول من تكلم العربية؟ نعم يا أحمد، نعم. وبعد الطوفان الذي أصاب قوم نوح، كان قوم عاد أول من عبد الأصنام، وكان لهم 3 أصنام يعبدونها، وهي صمد وصمود وهرى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنهم كلما ابتعدوا عن الصواب بعث إليهم رسولا يرشدهم قبل أن يحق عليهم العذاب. انظر يا رجل، إن هود قادم إلينا ليحدثنا عن سفاهاته. إن هذا الرجل يثير غضبي بدعوته هذه. وبعد قليل يصل هود عليه السلام ليؤدي الرسالة التي كلف بها، وهي هداية قومه. قال هود عليه السلام: يا قوم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون؟ إني أدعوكم لعبادة الذي خلقكم، فابتعدوا عن عبادة الأصنام ولا تكونوا ظالمين. ما هذه السفاهة يا هود؟ فرد عليهم سيدنا هود: ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أتيت ناصحا لكم بأن تتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا الله. أتشعرون بالغرابة أن يكون رسول الله إليكم بشرا منكم حتى ينذركم ويرشدكم إلى طريق الخير؟ تذكروا أيها القوم أن الله استخلفكم بعد أن أهلك قوم نوح الذين طغوا وأفسدوا، وكانت عاقبتهم وخيمة. يا قوم، إن الله زادكم في الرزق والقوة، ألا يجعلكم هذا شاكرين له، معترفين بفضله، خائفين من عذابه؟ يا هود، إنك لم تأتنا بمعجزة خارقة حتى نؤمن بما تدعونا إليه، ونحن لن نترك ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا. يا قوم يا قوم، إن آلهتنا العظيمة غضبت على هود فأصابته بمس في عقله، فهو لا يدري ما يقول. فرد عليه سيدنا هود: أأصابني مس في عقلي أن دعوتكم لعبادة الله؟ نعم، وأنت لم تدعنا لهذا إلا وأنت طامع في رياسة أو منصب. فأجابه سيدنا هود وهو يأمل في هداية قومه: أنا لا أدعوكم لهذا طمعا في رياسة أو منصب، إنما أطلب الأجر والثواب من الله رب العالمين. يا قوم، ارجعوا لرشدكم، ألا تعبدوا الله الذي أمددكم بأنعام وبنين وجنات وعيون؟ إنكم تبنون البنايات الفارهة وتبنون القصور ظانين بأنكم ستعمرون طويلا في هذه الأرض. يا قوم، إنكم ستموتون وسيكون هناك يوم تحاسبون فيه، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يا قوم، أنتم من صنع هذه الأصنام،
أنتم وآباؤكم، وأطلقتم عليها الأسماء، فذلك اسمه هرى، وذلك اسمه صمد، وذاك اسمه صمود. يكفي هذا يا هود، أوعظتنا أم لم تعظنا؟ فوالله لقد أصابك المس، فهذه الحياة التي نعيش هي الحياة الوحيدة، ولن نبعث بعد الموت. أنت تفتري على الله كذبا. مجنون. إنه مجنون. فتعالى صوت سيدنا هود من بين ضحكاتهم قائلا: قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، وأن الله قادر على أن يستخلف قوما غيركم ولن تضروه شيئا، إن عذاب ربي لشديد. وماذا بعد يا جدي؟ ماذا حدث؟ آمن بنبي الله هود نفر قليل، وبقي الأكثرون على ضلالهم وكفرهم وعنادهم. وكان من تقدير الله عز وجل أن أمسك عنهم الماء 3 سنين لم تمطر فيها أبدا، فأصاب القوم قحط شديد وشعروا بالضنك، فأرسلوا قرابة 70 رجلا منهم إلى الكعبة ليستسقوا لهم، وكان من عادتهم الذهاب للكعبة لطلب السقيا. هذا شيء غريب، كيف يذهبون إلى الكعبة ليستسقوا وهم كفار؟ هذا سؤال جيد يا أحمد. إن قوم عاد كانوا يقدسون الكعبة هم وأقوام كثيرة، ولكن تقديسهم هذا فاسد، لأنهم خلطوا عبادة الله مع عبادة الأصنام. فعقيدتهم بالأصل صحيحة، وتقديسهم للكعبة كان صحيحا، ولكنهم عندما عبدوا الأصنام من دون الله أصبح تقديسهم للكعبة أو عدمه غير مهم، فهم كافرون على جميع الأوجه. سأتابع القصة يا أحمد. عندما وصل 70 رجلا إلى الكعبة استسقى زعيمهم قائلا: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فلما انتهى أنشأ الله سبحانه وتعالى لهم 3 سحابات، بيضاء وحمراء وسوداء، ونادى مناد من السماء زعيمهم أن اختر إحدى هذه السحب. اخترت السوداء فإنها أكثر السحب ماء. فناداه مناد: اخترت رمادا ورمددا، لا تبقي من عاد أحدا، ولا والدا تترك ولا ولدا، إلا جعلته همدا، إلا بني اللودية الهمدا. وبني اللودية الهمدا يا أحمد هم جزء من قوم عاد، كانوا يقيمون بمكة، فساق الله جلت قدرته السحابة السوداء إلى عاد، فلما رأوها من بعيد ظنوها سقيا رحمة. ها هي سحابة قادمة، لقد أجاب الله دعاءنا. نعم نعم، ستروي أرضنا وتشرب أنعامنا. سارت السحابة حتى أصبحت فوق رؤوسهم، فسخرها الله سبحانه وتعالى عليهم 7 ليال و8 أيام لم تهدأ خلالها قط، فلم تدع أحدا منهم إلا هلك، فكانت ترفع الواحد منهم في الهواء وتسقطه على رأسه فتشدخه فيبقى جثة بلا رأس. لذلك شبههم الله عز وجل في كتابه العزيز بأعجاز النخل الخاوية وأخذتهم الصيحة. وأنجى الله سبحانه وتعالى هودا عليه السلام ومن آمن معه، فقد اعتزلوا قومهم فلم يصبهم من العذاب شيء، وهذا جزاء من يؤمن بالله، فهو من العذاب ينجيه ومن الشرور يقيه، وفي الجنة بعد البعث يؤويه.
إن هذه القصة ممتعة جدا ونستفيد منها الكثير من العبر.